السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم؟ منورين مطبخ نونو. النهارده هنعمل اكله من ألذ الاكلات الا مع بعض. تعالوا نشوف. هنعمل فراخ مشويه بطريقه سهله وسريعه. معانا بصل ومعانا قوطه ومعانا باربيكيو وصويا صوص وملح وخل ومعانا معجون طماطم وهريسه الشطه معلقه. معانا فلفل اسود والسبع بهارات وكزبره وروزميري وزعتر وقرفه وورق وكبابه صيني وزيت وفران بصل والطماطم في الكبه. كل الخليط على بعضه زي ما انتوا شايفين. بعد كده دمجتهم مع بعض وفضلت اقلب فيهم، وبعد كده قمت ماسكه الفراخ. طبعا انا عاملاها بمحلول النقع، غسلاها غسله حلوه معاها 3 ساعات، وبعد كده قمت مصفياها. قمت متبله زي ما انتوا شايفين التتبيله دلوقتي ازاي. بقى احط من تحت الجلد ومن بره ومن جوه. قسمتها نصين من الظهر عشان ايه تبقى مفروده كده، التوابل كلها تخش جوه اللحم نفسه. فضلت ادلك فيها كده من جوه ومن بره، وبعد كده خلصت. وبعد كده هحطها في الفرن على الرف الوسطاني على درجه 200. خليتها ساعه وطلعت مستويه. وهنا هنعمل صينيه البطاطس. قطعنا البطاطس حلقات تخينه شويه، وقطعنا البصل حلقات، فلفل اسود وكزبره 7 بهارات ومعلقه هريسه. حطينا فص ثوم ومعجون طماطم كده. حطينا التوابل فركناهم جامد، حطيناهم في البطاطس قلبنا البطاطس مع البصل والتوابل، وبعد كده فركناهم جامد كلهم مع بعضيهم. بعد كده حطيت معلقه الصلصه والفلفل، وحطيت الصلصه، وبعد كده حطيت الشوربه، وبعد كده حطيتها على النار زي ما انتوا شايفين كده. واول ما تتسبك وتستوي سوا بعد كده دخلتها الفرن الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعملت رز مع الاكل ده، بس النور قطع معرفتش اصور. هنا بعد ما خلصنا وصفتنا بتاعت النهاردة، وده الشكل النهائي للأكل بتاعنا. أتمنى تجربوه وتقولولي رأيكم في الكومنتات. استنوني الفيديو الجاي وصفة جديدة إن شاء الله. سلام عليكم.